السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد الطورطة سهلة في التحضير غير بالبسكوي. بقاو معايا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو بسم الله. اول حاجه غادي نبدا بالكريمه. درت هنايا 4 صفار ديال البيض، غادي نضيف واحد 6 المعالق كبار ديال سنيده. غادي نخلط هذا السكر مع صفر ديال البيض. من بعد غادي نضيف واحد 50 غرام ديال المايزينا ونرجع نخلط. غادي ندير واحد نص لتر ديال الحليب. غادي ندير شويه ديال لافاني. غادي نخلط وغادي نديرها فوق البوطه. ما غاديش نوقف عليها من التحريك حتى تعقد لينا. هنايا الكريمه وجدات ليا. غادي ندوز نخطيها. ونخليها تبرد لينا. انايا خديت شويه د الحليب، عندي البسكوي. انايا درت هاد الطبق فين غادي نقدم. درت ورق ديال الفرن، لصقته بشويه ديال الزيت. غادي نفزق البسكوي ديالي في الحليب. غادي ناخذ الكريمه ديالي غادي نخلطها. غادي ندوز نسرح هكا الكريمه حتى نغطي البسكوي كامل. غادي ندوز ندير البسكوي. نرجع عاوتاني ندير الكريمه. غادي نرجع ندير البسكوي. انا شدت ليه واحد شويه د الكريمه. غادي ندوز ندير وحده صغيره. فزقت البسكوي في الحليب. غادي ندير نفس الطريقه كما خدمت الاولى. غادي نخدم هذه. انا صافي ساليت هذه. هنايا زدت واحد الطبقه
حيت بقات ليا الكريمه وسط الطبقه، درت طبقه زايده. غادي ندوز ندخلهم للثلاجه يبردوا شويه ما بين ما ندوب الشكلاط. انايا دوبت الشكلاط، غادي ندوز نديرو فوق، نغطي به هاد البسكوي كامله. غطيتها كامله بالشكلاط وخليت الجناب عريانين، حيت غادي ندوز هذاك البيض اللي بقى ليا من الصفر، غادي ندوز ندير به الميرينغي وغادي نديرو في الجناب. انا كما قلت لكم البيض ديال البيض اللي بقى ليا باش بلا ما نرميه غادي ندوز ندير به ميرينغي. عندي هنايا 150 غرام ديال البيض ديال البيض، غادي نزيد عليها 300 غرام ديال سنيده. انا درتو في حمام مريم، غادي نبقى نحرك فيه حتى يذوب لينا تماما ديك سنيده. صافي هنا داب ليا السكر، تنقيسو حتى ما تنبقاش نحس بهذيك الحبيبات ديال سنيده. غادي ندوز نخدمو، غادي نخلي واحد 7 ديال الدقائق تقريبا. صافي هنايا غادي ندوز نحيدو. هذه هي النتيجه ديالو. انايا غادي ناخذ واحد البابيل، غادي نغطي به واحد النص ديال هاد الطرطه، وهنايا عندي هاد السبراي ديال المذهب غادي نرش به. وهذه غادي نغطيها كامله. ناخذ الميرينغي ديالي غادي نزوق به هكا في الجناب. هذا هو الشكل ديالها. نتمنى الوصفه طرق الاعجاب ديالكم وتجربوها. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. نهاركم مبروك والى اللقاء.